على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بس اللي هيتكلم هنفضه. دي الجملة اللي جابت أجل أم العروسة ليلة دخلة بنتها من عريس بنتها أو جوز بنتها اللي ما دخلش عليها. الموضوع كبير جدا، والموضوع كان كارثة حقيقية حصلت يوم الفرح في القاعة بتاعة الفرح، وخلاص الدنيا هايصة والمعازيم شغالة والدي جي شغال والدنيا، والموضوع كبير جدا. تعالوا اقول لكم حصل ايه. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده كانت لأم العروسة، كانت في القاعة بتاعة الفرح بتحضر كتب كتاب بنتها. وارد قوي ان انت او انت او انا او كلنا على بعضنا يبقى في زوجة ارملة، في زوجة مطلقة، في زوجها مريض وهي اللي شايلة الليلة كلها. ام عروستنا النهاردة او الضحية بتاعتنا النهاردة كانت ارملة، عاشت على ولادها تربيهم. زي ما انتوا شايفين كده كانت قاعدة على ترابيزة كتب الكتاب كما الراجل. طبعا اغلبيتنا او عامة الكل في كتب الكتاب الناس بتقعد ترغي وتهيص وما بيسمعوش المأذون بيقول ايه. الست كانت عايزة تستمتع بكتب كتاب بنتها والهيصة والمهرجانات، فبس وراحت طايحة مزعقة وقالت اللي هيتكلم هنفضه. هنا العريس اتنفض. ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي تغلطي فيا وفي اهلي انت ازاي؟ والخناقه قامت. الناس هدت العريس ومعلش، وهي عايزه تسمع برضو كاتب الكتاب ومعلش والدوشه والهيصه، وعدي ده بقت مراتك ساعه وهتاخدها وتروح بيتك، وموضوع عدى وما الشيطان ما يخشش، الشيطان عايز يخرب. والناس هدت العريس وقعد، وام العريس وابو العريس كانوا في ربع هدومهم من معازيمهم او اهلهم اللي اتشتموا. تسكت ام العروسه؟ ما تسكتش. ام العروسه برضو قعدت، والعريس كان قاعد في الكوشه غضب الدنيا في وشه، وتعتبر ما فرحش في فرحه، ولا ابوه ولا امه فرحوا بيه ولا الناس. ولكن ام العروسه ما سكتتش وفضلت في الفرح. عيله جعانين، هجموا على البوفيه، شفت التشرد، النسب ما كانش لينا، الحياه دي ما كانتش بتاعتنا، مش عارفه احنا اتسرعنا. كل الكلام ده على مسمع ومرأة ابو العريس وامه العريس والاهل والمعازيم كلهم سامعين. فيعني ام العروسة شديدة شوي. المهم ابسط شيء ممكن يحصل ان العريس هياخد عروسته ويقول لها امك ما تخشش بيتي. ده اللي كان الكل متوقعه، ان هيمنعها من اهلها، ان هو مش هيخلي ما تخش عندها. وده كان يعني ابسط حاجة ممكن او اصعب حاجة ممكن تحصل. لكن ما كناش عارفين ان هيحصل الاصعب من كده. هو ان العريس اخد عروسته من القاعة، وام العروسة ركبت مع بنتها العربية بالعافية، يعني هو مش طايقها وركبت بالعافية، واخدت عشا بنتها وهو طلع بعروسته وطلعت العشا. وفوق بقى قامت الاسطوانة اللي جابت من الاخر. ايه اللي جاب من الاخر؟ طلعت ان كلمك تعالي لي وانا امسح لك بيه بلاط الشقه، ان عصبك قولي لي وانا اروح اعمل لك فيه محضر، ان سوالك، ان جالك، ان عملك، ان 70 ان قالتهم للبت. العريس استفز ما قدرش يمسك نفسه، بص جنب منه لقى طبق الفاكهه وفي سكينه، راح هوب جايب رقبه حماته. وهنا كانت الكارثه الكبرى. طبعا ام واقفه، ابوه واقف، حماته البنت شافت امها ليله عمرها اتدمرت، ده خلاف ان امها اغلى من ليله عمرها كمان. جري وجري وهم لابسين الفساتين السواريه على المستشفى بالام اللي فارقت الحياه فور وصولها المستشفى. يعني ازاي؟ يعني ماتت، يعني ضربها في عرق موت في رقبتها، موتها، بلاش رقبتها، ضربها في بطنها، ضربها في قلبها، المهم ان هي ماتت. تم القبض على ابو العريس وام العريس والعريس والعروسه اللي كانوا حاضرين الواقعه دي، ومش عارفين ايه اللي هيحصل. يعني الليله باظت، والخناقه كانت طويله وكبرت، والموضوع اتطور جامد، والليله يعني مش عارفين نعمل ايه.
ادي اللي بيحصل في الافراح، علشان ما بنقدرش نمسك لساننا. ما خلاص يعني، كاتب الكتاب يا جماعه، لما نبقى في كاتب كتاب نهدي اعصابنا شويه. كلنا بنبقى عايزين نسمع المأذون بيقول ايه ونأمن على كلامه. كلنا بنبقى عايزين نسمع كاتب الكتاب ونشوف فرحه العريس والعروسه لما يبقوا الاتنين بقوا لبعض، ويشيلها ويطبطب عليها وامها تبوسها وتوصلها لعريسها. كل ده عايزين نشوفه. الناس اللي عملت الدوشه خلت الام انفجرت، وقامت ما قعدتش وفضلت تلقح وتشتم عليهم وتغلط فيهم. وما كفهاش كده، راحت البيت برضو. العريس كان مستفز وفي ربع هدومه ان اهله اتشتموا وانا مش راجل ولا ايه، ازاي ومش ازاي. ما كناش نتوقع ان هو هيجيب رقبتها او هيقتلها ليلة دخلته في قلب شقته قدام بنتها وابوه وامه. مش عارفين اللي هيحصل ايه وايه الحكم اللي هيتجاب في الموضوع دون، وليه تم القبض على العروسة وعلى ابوه وعلى امه رغم انه هو اللي قتل ومعترف. ده اللي هنعرفه فيما بعد، واحداث جديدة هنشوفها. وانتظرونا في قضية جديدة، وربنا يستر علينا وعليكم ان شاء الله.